طيب يا شباب، اول مفاجأة جاب لك 2000 وحدة لفودافون. تاني مفاجأة انا جاب لك ملف في اي بي كونفنك لوي. تمام، في اي بي انا بقول لك مدلعك يعني كده، ما بقولش اي حاجة وخلاص. بس كده يلا بينا على الفيديو. اكيد وهنشرح النهارده كونفنتات لاول مرة في اي بي في القناة مجاني. كونفنك في اي بي مجاني، وكمان مش بس كده، للناس بتاع فودافون ليك 2000 وحدة ولحد كمان 5 جيجا لما تستخدم الكود اللي هسيبه لك ده. تمام. ففي البداية صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو. انا نسيت اقول الحوار ده في اول الفيديو اصلا، بس مش مهم. متنساش بقى الشير، اللايك، سبسكرايب، كومنتاتك، ويلا بينا. طيب اول حاجة نحتاج المتجر طبيعي عند اي حد. هندوس على البحث، هنبدأ نكتب الكاستم. ده الكاستم فيو، البرنامج اللي احنا هنحمله. هتثبت التطبيق، بعد ما تثبته ما تخش عليه. تمام، يعني بعد ما تثبت الابلكيشن ما تخش عليه. طيب تعالى بقى كده، عايز اقول لك حاجه للناس اللي هي موبينيل او اورنج. تمام، اللي هي اورنج يعني يا جدعان، في ناس اكتر من حد طلب مني كونفنتات لاورنج، بس اقسم بالله ما فيه، يعني حرفيا ما فيش. اورنج ما لقيتلاش كونفنتات، حتى الكونفنتات اللي بتتعمل ما تقدرش تشتغل عليها. تمام تمام. طيب انا دلوقتي الملفات اللي معايا دي اللي هي الفي اي بي دي الوي بس، دي لوي بس. لو انت غير وي اطلع من الفيديو، لان انا اتصالات، ولما استخدمت الملفات عندي على اتصالات ما رضيش يشتغل. انما لو استخدمتها عند حد تاني وي اشتغلت تمام عادي، لان انا طبعا قبل ما بنزل ملف بنجربه. تمام، جربناه، انا عندي الراوتر بتاعي والراوتر بتاع ابن عمي. تمام. طيب زي ما قلت لك، ومن طبعا ما انصحش حد يستخدم اتصالات خالص. اي شركه تمام وكل حاجه، بس حوار الفاتوره ده بيفشخ حرفيا. تمام، متعرفش تخلع منهم خالص. ف تمام. فدلوقتي المهم يعني احنا قلنا ايه؟ المهم اتحمل الابلكيشن ده زي ما قلنا. طيب ده عايز اوريك حاجه. تمام، ده الاثبات اللي انت شفته في اول فيديو ان احنا خدنا 2000 وحده. تمام، هو احنا مش خدنا بصراحه، هو حد تاني كان في فودافون خد. المهم هتخش على الاعداد بتاع الجهاز. تمام، بلاش اعدادات الجهاز، عندك الشبكه، هتدوس كده عليها تخش عليها. تمام، هتلاقي يا اسطى عندك حاجه اسمها استخدام الجوال اثناء مكالمات، اللي هو الفي او مش عارف ايه دي. هتلاقي ملغيه فعالة. ممكن تلاقي عندك انت بقى هنا، ممكن تلاقي عندك في الاعدادات المتقدمه. تمام، على حسب ما تلاقيها. المهم هنبدا نطلع نخش على الهاتف. هنيجي عند اللي هو نكتب رقم، نكتب نجمة 400، نجمة 3، شباك اتصال فودافون. هيبدأ يقول لي جرى تنفيذ طلبكم. طيب أول ما الطلب ما يتنفذ وكده، تعال نكمل بقية الفيديو. طيب أنا في الفيديو ده مش هشرح ازاي تحمل الكونفينتات وكده، لأن أنا شرحت أكتر من مرة وشرحت كتير، وهتلاقي شرح على التليجرام وعلى اليوتيوب. تعالى بس أوريك فيديو، مش هنكمل دقيقة أو أقل من ده كمان، أو إحنا مع بعض خلاص الفيديو خلص. تمام، الفيديو ده يا اسطى اللي هو بتاع كونفنت رفع سرعة الواي فاي وي و5 جيجا الفودافون. تمام، الكونفنت ده هيعجبك جدا كمان. هتلاقي بقى في الفيديو ده يا اسطى طريقة التحميل. انا محمل، فانت لما تيجي تحمل هتحمل من الفيديو ده. خش على الفيديو وتسمع طريقة التحميل. تمام. طيب احنا كده عندنا الملفات اهي بالشكل ده كده. تمام، الاربع ملفات. طيب كلهم للكاستم فيو، كلهم لوي. هنبدا ان احنا نحمل الابلكيشن ده زي ما قلت لك. تمام، هنحتاج ان احنا ندوس بقى، تعال نجرب الفي اي بي. هنضغط عليه، هنحتاج ان احنا ندوس علامة السهم الصغير ده. لازم يظهر لنا بقى برنامج الكاستم هنا. طيب يا كيمو انا عندي برنامج ملفات مظهرش الكاستم. هتخش على المتجر، هتحمل برنامج زد ارشيف. تمام، هتكتب زد ارشيف، هتلاقي البرنامج اهو كله على بعضيه حجمه 4 ميجا واقل كمان. ما بيستهلكش. البرنامج ده انا بستخدمه في اي جهاز عامة. هنبدأ نخش على ملف عادي، نبدأ ندوس على علامة السهم. بعد كده نبدأ نضغط على برنامج الكاستم. عايز تضغط ضغطة واحدة وتدوس مرة أو دوما، عايز تضغط مرتين هيفتح معاك عادي، مفيش أي مشاكل. زي ما قلت لك، بنبه للمرة الأخيرة إن البرنامج أو الكونفنت ده محتاج وي فقط. لو اشتغل على أي حاجة غير وي مش هيعمل كونكت. حرفيا أنا لما بشغله عندي النت بيقف. تمام، يعني ثواني هوريك حاجة. تمام، أنا دلوقتي لو ضغطت على اتصالات على الباقة، تمام ثواني هخفي الشاشة. تمام، لو جيت زورت هنا وعملت سيرش كده هتلاقي بحث لي وجاب لي. تمام. طيب هنبدا بقى نفعل، انت تفعل اس اس ال دي. تمام، وهتفعل تسيب زي ما هي، وبعد كده تعمل كونكت. هيبدا يعمل معاك كونكت ويتصل فوق عادي. انت شايف كده اللي هو ال جي دي
ما اتصلش معايا، ما عملش كونكت خالص، فشل ان هو يعمل كونكت اصلا او مصادقه، وشغال معايا اهو. شوف بقى لو دخلت على اتصالات وعملت كده، ده يفضل يلف من هنا السنه الجايه، النت اصلا قطع تمام. يعني علشان انا مشغل كونفنت اصلا خارج يعني انا سحبت كاستم، سحبت قصدي هوست من وي مش من اتصالات، فازاي هيشتغل؟ فلو اي كونفنت تاني انا بقول لك ده ممكن يشتغل على جهازك بتجربه، انما مثلا لو اتصالات او لو فودافون او لوي بقول لك لا ما ينفعش، ده لده وده لده تمام. انا بقول لك الحقيقه وما رضيتش اخبي عليك عادي في قلب الفيديو عشان ما تحملش من الملفات تقعد تقول ايه ده كده بيضحك عليا. شوف بقى احنا لو عملنا بحث عادي في مينيت ما بيكملش اي مشاكل وبيعمل ريفريش. ليه بقى؟ لان الهوست اللي اتسحب غير الهوست اللي اتسحب من اتصالات تمام. وبس كده كنا فاضي خالص. متنساش اللايك والاشتراك والشير. مع السلامة.